الصغار في حلقة جديدة من مدرستي في رمضان. معنا اليوم العم أبو الهنا. السلام عليكم، كيف حالك يا عم الشيخ؟ وعليكم السلام، كيف حالك يا كوكي؟ لقد نورتنا اليوم، ماذا ستفعل لنا؟ اليوم سنستضيف شيف صغير ليعمل لنا أكلة لذيذة. حسنا، تفضل. هيا يا نوال تفضلي يا نوال تفضلي، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. ماذا ستفعلين لنا اليوم؟ سنحضر اليوم التبولة. حسنا، أخبرينا بالمقادير. البندورة والنعناع والبصل والبقدونس المفروم والليمون والفلفل الأسود والملح. أحسنتِ، ولا تنسوا أصدقاء البرغل، والبرغل يجب أن نغسله جيدا وننقعه ويكون ناعما، وجميع الأغراض نجعل ماما تفرمها لنا حتى لا نتأذى من السكين. هيا يا نوال، أين الطريقة؟ سوف نضع البندورة والنعناع والبصل والبقدونس المفروم والملح والفلفل الأسود. نضع الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة. لا تنسي يا نوال أن تضعي زيت الزيتون. إنه مفيد ولذيذ جدا. نعم، أنا أحب زيت الزيتون. نخلط المقادير. بعد أن نضع زيت الزيتون نخلط المقادير سويا. يا نوال، اخلط المقادير. أحسنتِ. والآن الطبق جاهز. سلمت يداك يا نوال، ولكن هل وضعت الليمون؟ لقد نسيت. هيا أعصر الليمون. أحسنتِ. والآن لنضعه في الأطباق الصغيرة. إنه لذيذ. والآن سأتذوق الطبق. تفضل. إنه لذيذ ورائع. ما رأيك يا صديقتي نوال أن نذهب في جولة لنطعمه لأطفالنا الصغار؟ هيا بنا. هيا يا نوال، تفضلي لنطعم الصغار. تذوقوا الطبق. ما رأيك يا جودي بالطبق؟ إنه لذيذ. لا يتكون الطبق يا ألما؟ بقدونس وليمون. وماذا يا جودي؟ وبندورة. ما اسم الطبق؟ تبولة. أحسنتم، بالصحة والهناء. على قلبك. لقد كان طبقنا شهيا لليوم. شكرا يا شيف أبو الهنا. ماذا تعلمت اليوم يا كوكي؟ تعلمت أن أتشارك مع أهلي وأصدقائي وجيراني، خصوصا الطعام في شهر رمضان. أحسنت يا كوكي، فالله تعالى يبارك لنا في رزقنا ويكتب لنا الأجر والثواب. نعم يا شيف أبو الهنا، شكرا لك. والآن ما هو سؤال حلقتنا لليوم؟ سؤالنا لليوم يا أصدقائي الصغار، ما أصل كلمة تبولة؟ وما هي البلد التي تشتهر بها؟ إلى اللقاء.